اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفهيم. الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض وشرحنا مع بعض منصة تداول الفوركس اكس شيف، وشرحنا ازاي تفتح فيها حساب، وكمان ازاي توثق الهوية بتاعتك بالبطاقة الشخصية لو انت من مصر او بالهوية الوطنية لو انت من بره مصر، وازاي تفتح حساب وتختار الحساب المناسب ليك. وفتحنا مع بعض حساب على منصة اكس شيف وخلصنا وشرحناها بالتفصيل الممل من الألف إلى الياء لكل الناس اللي حابة تشتغل وتتداول على سوق الفوركس. وهسيب لك أسفل الفيديو رابط التسجيل المباشر في منصة اكس شيف، وهسيب لك كمان رابط الفيديو الأولاني بتاع فتح المنصة وفتح الحساب بتاعنا، عشان خاطر لو فاتك الفيديو ترجع له وتتفرج عليه وتشوف ازاي بنقدر نفتح حساب على اكس شيف أو منصة التداول بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها. ان شاء الله بقى الفيديو ده هنشرح مع بعض الام تي 5 او الميتا تريد 5. في ناس كتير ما تعرفش ايه هو برنامج الميتا تريد 5. برنامج الميتا تريد 5 هو برنامج خاص بسوق الفوركس، وبنقدر ان احنا ناخد صفقات عليه، وفي نفس الوقت في كمان تحليل بنقدر ان احنا نحلل عليه. ولكن ان شاء الله انا هفهمك النهارده في الفيديو ده الف ب فوركس، اللي هو ايه هي اهم العملات او العملات الاساسيه معانا في سوق الفوركس اللي احنا بنتداول بيها، وايه هي الرافعه الماليه، وامتى تخش الصفقه ب 0.1 او 0.2. يعني ايه 0.1؟ يعني ايه 0.2 اللي هو الميكرو؟ والنقطه بتساوي قد ايه مكسب لو انت داخل ب 0.1 او 0.2. هشرح لك آلية عمل دخول الصفقات والستوب لوس والتيك بروفت، كل حاجة ان شاء الله على الميتا تريد 5 او الام تي 5 هنشرحها لك. ولكن الناس اللي معاها موبايل وبتنزل تطبيق الميتا تريد 5 ما ينفعش ان انت تحلل من على الموبايل. تحليل الفني للشارت بتاعك او الشغل بتاعك على الفوركس محتاج شاشة كبيرة، تابلت او كمبيوتر او لابتوب. تمام؟ فانت ممكن تشرح او تاخد التحليل بتاعك، تحلل التحليل بتاعك على شاشة كبيرة، وتخلي الام تي 5 بس على موبايلك لو انت معاك موبايل، لدخول الصفقات وتحديد الستوب لوس والتيك بروفت والرفعه الماليه، وتتابع منه الصفقه بتاعتك رايحه فين وجايه منين وخسرانه ولا كسبانه. فمن غير كلام كتير، لو انت اول مره تشوف الفيديو والمحتوى بتاعنا، ادعمني باشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، ويلا بينا نخش على التفاصيل. احنا يا باشا في البداية كده اتكلمنا مع بعض في الفيديو اللي فات وقلنا ان احنا هناخد فتح الحساب، وفتحنا الحساب بالفعل، واخدت رقم الحساب بيكون مكون من رقم، وبتاخد السيرفر بتاعك على الام تي 5 او الام تي 4 لو انت بتشتغل او اخترت فتح الحساب على الام تي 4. احنا اخترناه على الام تي 5، وبنفتح الام تي 5 من الجوجل بلاي، بننزل التطبيق او الاب ستور. تمام تمام. الآلية عمل الميتا 4 أو الميتا 5، احنا هنا هنشرح على الميتا 5 بكل بساطة. انت هنا انا عايزك هنا لما تفتح الحساب بتاعك بيبان الحساب بتاعك مفتوح. طبعا احنا داخلين صفقة ملناش دعوة بيها، انا هفهمك ازاي نخش الصفقات كأن الصفقة ديت مش موجودة. تمام؟ هنا السهمين دول اللي احنا محتاجينهم، ان احنا هنا بناخد طلبات الاسعار. تمام؟ طبعا انا هنا فاتح من التابلت، فممكن تلاقي اختلاف بسيط بين الشرح بتاع التابلت والشرح بتاع الموبايل، ولكن الخطوات واحدة. تمام؟ انا بس مظبط لك الدنيا هنا عشان افهمك الامور رايحة فين وجاية منين. اول حاجة بنتكلم فيها هنا طلبات الاسعار، ده اللي انا عايزك تفهمه وازاي تعرف تجيبه من السهمين دول. تمام؟ هو هتلاقي كلمة على الجنب هنا طلبات الاسعار. لو انت عايز تزود زوج عمولات تاني جديد، بتضغط على كلمة البلس دي وبتختار كلمة فوركس، بتلاقي هنا تحت زي ما انت شايف كده كل ازواج العمولات اللي هم ال 28 زوج عمولات اللي احنا بنشتغل فيهم على الفوركس. تمام؟ بمجرد ضغطك على اي زوج عمولات زي ده، ضغطك كليك كده، بترجع لورا كده بتلاقيه نزل معاك تحت هنا في اخر خانة. تمام كده؟ تمام كده. طيب مبدئيا كده ايه هو ازواج العمولات؟ انت عندك 8 ازواج عمولات اساسيين، بيستخرج منهم 28 زوج عمولات، او بيوصل لحد 28 زوج عمولات، يعني بنستخرج منهم 20 زوج عمولات. ايه هي العملات دي الاساسيه؟ معاك اليو اس دي، الدولار الامريكي اللي هو بيرمز باليو اس دي. معاك السي اي دي، ماشي، اللي هو الدولار الكندي بنقول عليه كات. تمام؟ معاك الدولار الاسترالي الاي يو دي، والين الياباني الجي بي واي، والباوند البريطاني الجي بي بي، والدولار النيوزيلندي الان زد دي،
واليورو EUR، والشيف او CHF اللي هو الفرنك السويسري. خد لقطة شاشة للكلام ده عشان خاطر الكلام ده مهم جدا، وعايزك تحفظ كويس جدا الرموز اللي قدامك دي، لان الرموز اللي قدامك دي هي اللي احنا بنستخرج منها باقي العملات. زي ايه؟ زي اليورو كات، EUR زائد او كات. زي ما انت شايف الكلمة دي كده مكونة من ايه؟ من 6 حروف. كل 3 حروف بيعادل زوج عملات. تمام؟ لو لاحظنا هنا هتلاقي الازواج العملات كلها مكونة من 3 حروف. يبقى انت لما حد يقول لك اليورو كاد، يبقى هو هنا اخدنا هنا اليورو مقابل الكاد اللي هو CED، يعني اليورو مقابل الدولار الكندي، وهكذا. تمام؟ فالعملات الفوركس كلها مش هتخرج من ال8 عملات دول. تمام كده؟ دي العملات الاساسيه بتاعتنا. طيب حلو قوي يا عم محمد. طيب دلوقتي خلينا نشرح آلية عمل أو آلية دخول الصفقات. إزاي لو جالك صفقة أو أنت مثلا جالك توصية من أحد الأشخاص بالصفقة. التوصية بتجيلك زوج العملات، مثلا على سبيل المثال هنختار زوج العملات اللي احنا شغالين فيه اللي هو اليورو GBP. تمام؟ هناخد هنا اليورو GBP أهو. تمام؟ زوج العملات جالك مثلا يورو GBP، هيقول لك بعدها سيل او باي، يعني دخول صفقه شراء او بيع. لو احنا ضغطنا على اليورو GBP، خلينا مثلا ناخد زوج تاني اللي احنا فاتحين صفقه اوريدي على اليورو GBP. ناخد مثلا كده نضغط عليها ضغطه طويله كده، هيطلع لك طلب جديد والرسم البياني وخصائص. احنا عاوزين طلب جديد. لو انت على الاندرويد، لو على الايفون هتلاقي كلمه تداول، هتخش على طلب جديد. زي ما انت شايف هنا فتح لك موضوع تاني خالص. الناس عايزة تفهم حاجة واحدة بس، على حسب راس مال حضرتك بتحدد اللوت. اللي هو ايه اللوت؟ اللي هو النقطة. تمام؟ النقطة دي. تمام؟ هنا بيبدأ من 0.01، وهنا اللوت ده يعني ايه؟ يعني زي ما انا كاتب لك تحت هنا كده 0.01 لكل 10 نقاط يساوي $1. يعني ايه؟ يعني لو انت في النقطة 100 وارتفع السعر ل 110، وانت قلت ان انت عملت صفقة بيع، صفقة شراء، ان السعر هيرتفع ل 110 وانت داخل ب 0.01، يبقى انت كده كسبت $1. طيب 20 يعني $2 لو انت على 0.01. طيب انا يا عم محمد في البدايه عايز افهمك. تمام؟ الرسم البياني اللي قدامنا ده، الرسم البياني اللي قدام حضرتك ده، لو دخلنا بس ديت كده شويه. تمام؟ عشان خاطر ايه الدنيا توضح معانا اكتر. خلي دي كده ايوه على جنب كده شويه. تمام؟ الرسم البياني اللي قدامنا ده، تمام؟ ايه هو؟ اهم حاجة في الرسم البياني اللي يهمني فيه ان انت تسيب اخر رقم على الشمال او على اليمين. اخر رقم على اليمين خالص انساه، يعني كأنه مش موجود. يعني ايه كأنه مش موجود؟ يعني اعتبر الرقم ده ملغي. انت لما تيجي تحسب النقط، لو انت عايز تحسب النقط بتاعتك، بتحسب النقط كالآتي. لو هنا 0.8544 ودخلت سيل يعني بيع، ونزل السعر معاك الى مثلا 0.8534، يبقى انت كده فرق بين ال 44 وال 34 10. يعني انت كده كسبت. لو انت داخل الصفقه ب 0.01 يبقى انت كسبت $1. والعكس صحيح. لو انت دخلت الصفقه ب 0 عند النقطه يعني 0.8544 وقلت سل وارتفع السعر الى 0.8554، يبقى احنا زودنا 10 فوق. خلاص يبقى انت كده خسرت $1 لو انت داخل الصفقه برضه ب 0.01. طيب انا احدد ازاي ال 0.01 او 2 او كده؟ على حسب راس مالك. وانا بنصح الناس كلها لحد $1000 ما تزودش الصفقات بتاعتك عن 0.03 او 0.05 وكلام. يعني 3 و5 ده مخاطرة كمان. تمام؟ جميع راس المال المتوسط لحد $1000 لا يتخطى بكل شكل من الاشكال 0.03 او 4، عشان خاطر تحافظ على راس مالك. وهنا بنعلمك ازاي تحافظ على راس المال بتاعك، لان انت لو سايب الصفقه وفتحها على روت عالي
ممكن في لحظة ياكل الرصيد اللي معاك كله لو انت مش محدد اللوت المناسب لراس مالك. تمام. هياكل الرصيد اللي معاك بالكامل، هينهيه. لو طلع 20 30 نقطة ارتدادية كده، ممكن الساعات السعر بيطلع بيصحح وبيرجع تاني. فانت لو فاتح على لوت كبير ممكن في تصحيح السعر ديت عشان خاطر بيرجع ينزل تاني. لو انت عامل الصفقة سيل يعني بيع، ممكن يمرجن لك الحساب بتاعك. يعني يمرجن الحساب يعني يقفل الحساب، ينهي على الرصيد بتاعك خالص. فأهم نقطة عايزك تفهمها لي اللي هي النقطة دي 0.02 أو 0.01. خلاص. دخول الصفقات بالشكل ده بيكون له تأثير كويس جدا على راس المال بتاعك لما تكون داخل بلوت متوسط او لوت على حسب راس مالك. تمام. هنا بقى المهم ان انت بيجي لك هنا على سبيل المثال جالك توصية بيقول لك خش على الاي يو دي سي اي دي. تمام. بتحدد اللوت بتاعك زي ما قلت لك 0.01 او 0.02. اوكي. وبعد كده بتيجي ضاغط مثلا يقول لك ايه اي يو دي سي اي دي سيل يعني بيع، تيجي داخل صفقة بيع. طيب بعد كده بيقول لك تيك بروفت. ايه بقى موضوع التيك بروفت والستوب لوس؟ التيك بروفت هنا يعني اخذ الفلوس، اخذ الصفقة، يعني اعلى نقطة يوصل لها السعر وبتخرج من الصفقة بتاخد المكسب بتاعك، ده اسمه التيك بروفت. مقابله الستوب لوس يعني وايقاف الخساره. انا بالتيك بروفد بالنسبه لي هنا لو دخلنا على صفقه زي دي وضغطنا كده زي ما انت شايف كده، احنا محددين هنا تحديدات الستوب لوس والتيك بروفد. هنا التيك بروفد بتاعي اللي انا واخده على الصفقه 0.8527، الستوب لوس بتاعي 0.8545. يعني بمعنى صح انا داخل الصفقه هبوط سيل زي ما انتم شايفين اهو، والصفقه مفتوحه بالفعل وشغاله اهي قدامكم لايف على فكره الكلام ده. داخل الصفقه هنا داخل صفقه سيل يعني بقول للصفقه بيع. تمام. بتوقع سعر او هبوط السعر بتاع اليورو جي بي بي الى نقطة 0.8527. تمام. التوقع ده طبعا بيكون بناء على تحليل فني احنا لسه هنجيله في الايام اللي جايه. طيب هنا بكل بساطة كده الصفقة اللي مفتوحة قدامك ديت لو هبط السعر إلى نقطة الأخضر، الخط الأخضر اللي هو بتاع التيك بروفد اللي أنا قلت عليه، هكسب من الصفقة، هطلع بالصفقة. الصفقة هتقفل أوتوماتيك، ملهاش دعوة بقى أنت فاتح البرنامج ولا قافله، ملهاش دعوة أنت عندك نت ولا ما عندكش نت، كل الكلام ده يا باشا ملغي. كل أول ما الصفقة بتلمس وبتوصل للرقم اللي أنت عامل عليه التيك بروفد بتقفل الصفقة بربح مباشرة. والعكس صحيح. الخط الاحمر اللي فوق ده بقول لو السعر ارتفع الى 0.8545 اقفل لي الصفقة وبخسارة بسيطة. يعني ايه بخسارة بسيطة؟ يعني لو سبتها مفتوحة ممكن السعر يرتد، انا قايل سل يعني بيع، ممكن السعر يرتد فوق في الشراء ويصعد السعر يمرجن لك الحساب بتاعك بالكامل ويقضي عليه بالكامل. فانا هنا بحط له حد ايقاف خسارة. يبقى هنا الستوب لوس يعني ايقاف خسارة. بقول للموقع او بقول للمنصة اول ما السعر يرتد ويوصل للنقطة دي بعد اذنك اقفل لي الصفقات بتاعتي اللي انا فاتحها وخد الخساره البسيطه اللي انا مثلا هخسر دولار 2 دولار لو ابتدى 10 نقط 20 نقطه زي ما اتفقنا، دولار او 2 دولار، شكرا على كده. لو نزل السعر ووصل للتيك بروفد اللي هو اخذ الارباح يعني، برضو بحمد ربنا على الكام دولار اللي جولي من الصفقه وبقفل الصفقه، لان ممكن النقطه تنزل للنقطه اللي انت عايزها لو انت فاتحها وسايبها مفتوحه يعني ومش واخد بالك منها ومش عامل تيك بروفد، يلمس في مكسب محترم جدا وانت ممكن تكون قافل الموبايل او قافل الانترنت ويبدا يرتد السعر تاني ويصعد ويخسرك. يبقى انت كده اخدت الصفقه والمكسب بتاعك. ده كده قصه الستوب لوس والتيك بروفد واخذ الصفقات على الام تي 5. ده شرح بكل اختصار، يعني الوقت اللي احنا خدناه ده صدقني انا كده بشرح بكل اختصار، يعني مش بشرح بحاجه جامده.
احنا هنا في الصفقة اللي قدامنا دي زي ما انتم شايفين هنا، طالما باللون الازرق زي ما انتم شايفين كده، يبقى انت صفقتك كسبانة. كسبانة المبلغ اللي بيطلع لك هنا، سواء 30 سنت، 1 دولار، 2 دولار، ايا كان المبلغ ايه. تمام. الحاجة التانية، لو اللون الأحمر اتعكس هنا باللون الأحمر، يبقى ديت الخسارة اللي أنت هتخسرها لو قفلت الصفقة أو عملت خروج أو إغلاق للصفقة بتاعتك. تمام. أرجو إن الشرح بتاعي يكون وصل لكم وتستفادوا منه. ودي كده إحنا بس بنبدأ كده مع المبتدئ، لسه بنفهمه الدنيا ونوريله الدنيا ماشية إزاي. وزي ما قلت لك هسيب لك أسفل الفيديو رابط التسجيل المباشر في شركة ومنصة اكس شيف لتداول الفوركس، وهسيب لك كمان رابط فيديو للشرح ازاي تفتح على المنصة اكس شيف حساب وتوثقه بالهوية بتاعتك والكلام ده كله. والموضوع سهل وبسيط، وناخد الموضوع واحدة واحدة، وان شاء الله نخليكم محترفين في تداول الفوركس. لحد هنا كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. ارجو انت تكون استفدت من الحلقة، ولو وصلت لحد هنا واستفدت من الحلقة يبقى انت من المتميزين. ما تنساش دعمك لينا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة.